أهلا بكم في نشرة AI لأخبار الذكاء الاصطناعي. أقيم منتدى قمة الذكاء الاصطناعي للخير والذي نظمته الأمم المتحدة على مدار 3 أيام في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة عربية ويمنية. يحدثنا عن تفاصيلها ناشر المحتوى الرقمي المهاجر في سويسرا فراس شمسان. شمل المؤتمر العديد من الندوات والفعاليات التي تتعلق بالذكاء الصناعي والتطوير، تتعلق بالأخلاقيات، تتعلق بالقوانين، تتعلق أيضا بتطوير العمل في مجال الذكاء الصناعي. كثير من الناس تخاف أن يأخذ الذكاء الصناعي مجالها في العمل، ولكن ما أراه هو أنه فرص جديدة لتطوير وتسهيل إمكانية البشر في العمل بالتركيز على جوانب أهمها بناء الذات والقدرات الذاتية. وأنصح بشدة الشباب خاصة في اليمن على البدء في البحث والاستثمار في هذا المجال والتعلم لنصبح من الرواد. هنالك كان شباب متنوعين متخصصين في جوانب، هشام الكثيري وهو أطبائي وأخصائي في شركة ألمانية يعمل على تطوير مفاهيم عمل الآلة على تشخيص الأمراض دون الحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب. وكان هنالك أيضا شخصية يمنية الدكتور عمر وهو آتي من روسيا وهو أخصائي وخبير في جانب أبحاث الروبوت والاستنساخ الصناعي، بالإضافة إلي باهتمامي في جانب الذكاء الصناعي في مجال الإعلام. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة، دمتم بخير.